تخيل لو معاك أداة بتذاكر بدالك، وأداة تانية بتكتب كود لموقع كامل بضغطة زرار، وأداة تالتة بتحللك المنافسين وتعرف تعمل لك اللي بيعملوا تيم ماركتنج كامل. النهارده مش جاي أكلمك عن شات جي بي تي والتولز اللي بنستخدمها بشكل يومي ولكن ملهاش تأثير كبير على حياتنا. الأدوات اللي هوريها لك النهارده واللي 100% منها مجانية لو أنت بصاحب بيزنس أو لو أنت طالب في الجامعة أو لو أنت في حياتك الطبيعية. التولز دي هتخليك سابق أي حد حواليك بفترة كبيرة جدًا، وهتساعدك بشكل أنت عمرك ما هتتخيله. عايزك تجيب كوباية قهوة وتقعد تركّز في الفيديو ده كويس أوي، لإن 100% أداة أو يمكن كمان أكتر من أداة في الفيديو ده هتستخدمها بشكل يومي، وهتوفّر عليك كمية مجهود إذا كان في الbusiness في حياتك أو في دراستك. أول أداة معانا هي notebook LM. الأداة دي هي السلاح السري للطلاب. فعلًا الأداة دي لو كانت موجودة أيام الجامعة بتاعتي كانت وفّرت كمية وقت ومجهود رهيبة. فكرة الأداة إنك تقدر تحط عليها أي حاجة ليها علاقة بيك، إذا كان PDF ليها علاقة بالمواد، إذا كانت محاضرات، إذا كانت meetings للمحاضرات دي، إذا كانت section، إذا كانت أي حاجة ليها علاقة بيك أو بدراستك، ودي بتبقى قاعدة البيانات بتاعتك. وبعد كده بيجيب لك AI تعرف تتكلم معاه ويلخص لك الحاجات دي، أو يعمل لك points أو يعمل لك أسئلة وتجاوب عليها. من الآخر بتعمل AI من البيانات اللي أنت بتدّيها له. تعالَ كده نعمل تجربة. أنت بتخش على notebooklm.google وتعمل try، وبتيجي هنا تعمل create new notebook. بيطلب منك إنك تدّي له أي معلومات. إذا كانت المعلومات دي عبارة عن files اللي هي PDF أو documents أو sheet أو أي حاجة، إذا كانت عبارة عن website أو حتى YouTube فيديو، فأنت ممكن هنا لو عندك playlist أنت محتاج تسمعها، أنت ممكن تحط الplaylist كلّها هنا، وكمان يطلّع لك ملخص ليها، أو تحط ملفات في الدرايف، أو تعمل copy لtext معاك، أيًا كان. وكمان تقدر تقول له على topic معيّن يخش يعمل لك deep research على النت ويجيب لك كل المعلومات بتاعته. فكمان ده مش ممكن يساعدك لو أنت طالب بس، لو أنت شخص بيعمل بحوثات لأيًا كان ماجستير أو أنت بتعمل كتاب أو أيًا كان الtool اللي أنت عايز تستخدمها. لو أنت جيت هنا وحطيت له topic للبحث بتاعك بتاع الماجستير أو بتاعة الدكتوراه أو بتاعة كتاب أنت عايز تعمله، هيخش على النت يعمل لك deep research عن الموضوع ده، ويجيب لك كل الresources تعرف تتكلم معاه وتchat معاه عن الresources دي. فتعالَ نقول إن إحنا هندّي له أي فايل. أول حاجة هو يبتدي يعمل process للفايل ده عشان يفهم هو جواه إيه أصلًا. الsection ده هو من أعظم الحاجات فيه. دلوقتي أنت مش بس تقدر تchat معاه كAI، دلوقتي هو يقدر يعمل لك podcast كامل الاتنين بيتكلموا مع بعض عن الموضوع اللي أنت اديته له. حرفيًا podcast كامل الاتنين بيتكلموا مع بعض باللغة اللي أنت تختارها وبquality وبشكل وبفهم. بجد أنت هتتذهل لمّا تشوف الموضوع ده عامل إزاي. تاني حاجة يقدر يعمل لك فيديو، يقدر يعمل لك فيديو شرح كامل للموضوع أو المواضيع اللي أنت اديتها له. فيديو بجد معمول من الصفر، معمول بالAI. يقدر يعمل لك mind map زي connections ما بين المواضيع اللي أنت اديتها له، أو يعمل لك reports، يعمل لك flash cards تعرف تبُص عليها، يعمل لك كويزات. تعالَ نقول مثلًا إن أنت عايز تعمل بحث لمحاضرة عندك أو بحث لquiz مثلًا، وعايز تقدّم slide، هو هنا ممكن يعمل لك الslide ده. فمن الآخر ده هيوفّر عليك وقت ومجهود في إنك تحفظ، تذاكر، أو حتى موضوع جديد مثلًا أنت عايز تفهم عنه. تعالَ نقول مثلًا إن أنت في update جديد نزل لحاجة معيّنة، لsoftware معيّن أو لAI tool معيّنة. كل اللي أنت محتاجه إنك تاخد التقرير بتاع التحديث ده، إذا كان بالlink أو إذا كان تعمل له copy paste وتيجي هنا. مش محتاج حتى تقعد تسأل، أنت لو عملت podcast وتقعد تسمعه أنت كده فهمت الموضوع كله. فتعالَ تخيل أنت شخص عايز تذاكر مادة معينة، وجيت حطيت كل بيانات المادة دي هنا وخليته يعمل لك podcast. أنت متخيل إن أنت ممكن تبقى قاعد بتسمع podcast عن المحاضرة أو المادة دي بس، podcast مخصص للمادة دي؟ موضوع رهيب. وأهم حاجة هنا بتحل مشكلة أي LLM أو أي حاجة شبه ChatGPT اللي بنسميها الhallucination. يعني ChatGPT لو سألته سؤال عن مادة معينة أو حاجة معينة أو محاضرة معينة عندك، هو ما عندوش المعلومة دي، فيبتدي زي ما بنقول كده يهلوس، يجاوبك بأي نوع من أنواع الإجابات. هنا هو بيحل المشكلة دي، هو بيجاوبك بس من الحاجات اللي أنت بتديها له. يعني أنت لو اديته فايل واحد بس مش هيطلع براه، لو اديته محاضرة كاملة، لو اديته مادة كاملة مش هيطلع بره الحاجات اللي أنت مديها له. فوأنت بتسأله أو حتى هو بيعمل لك البودكاست أو حتى هو بيعمل لك الكويزات أو سلايد، خليك مطمن إن هو مش هيطلع بره أي حاجة أنت مديها له. تاني أداة جوجل جيمز. جوجل جيمز هي عبارة إنك بتعمل موظفين يشتغلوا عندك، وكل موظف ليه تاسك معين، ليه جول معين، ليه structures
ورولز معينه ما ينفعش يطلع براها. عشان تروح لجوجل جيمز بتيجي عند gemini.google وتدوس هنا وتدوس على الجيمز. انت ممكن تختار حاجات اصلا معموله وممكن تستخدمها، زي مثلا ان هو يعمل لك ستوري بوك. بس تعال نقول ان زي ما احنا قلنا انت عايز تعمل موظف بتاعك انت بالظبط، ماشي على رولز معينه وعنده هدف معين مخصص ليك انت. وهنا انت بتدي له كذا حاجه. اول حاجه بتدي له الاسم بتاعه، ده المفروض يعمل ايه. تعال نقول ان ده كونتنت بارتنر، مهمته ان هو يساعدك انك تطلع افكار جديده عن الكونتنت. انت بتدي له وصف هو المفروض يعمل ايه بس بشكل مفصل اكتر. هتقول له مثلا ان هو شريك ليك بيساعدك في الكونتنت بتاعك. دي بقى اهم خطوه، ايه الانستراكشنز بتاعته، يعني هو المفروض يعمل ايه الخطوات اللي المفروض يمشي عليها قبل ما يجاوبك على اي اجابه، هو هدفه ايه، هو الرولز بتاعته ايه. دي كل الحاجات المفروض تديها له هنا، تقول له بالظبط المفروض يعمل ايه. تعال نقول مثلا ان انا عايزه يكون بيساعدني بشكل عملي، ما يقوليش كلام نظري، لا يقول لي بالظبط المفروض اعمل ايه في الكونتنت بتاعي، يبتدي يحلل ناس معينه، يبتدي يديني افكار حلوه جدا وجديده جدا. ده كل ده بنكتبه في الاستراكشرز. وهنا واحده من اعظم حاجات في جوجل ان هو ايكو سيستم كامل. فانت هنا ممكن تدي له تولز معينه، مثلا نديله نديله مثلا الديب ريسيرش بتاعت جوجل، او تعمل له كرييت ايمج تخليه يعمل لك صور معينه. لو انت عايز تخليه بشكل ما يعمل اي حاجه ليها علاقه بالصور، ايا كان التول اللي انت عايز تديها له ممكن تديها له من هنا. واخر واحده من اهم الحاجات، انت بتدي له نوليدج بيز، يعني من الاخر داتا بيز. ممكن تدي له دوكيومنتس، ممكن تدي له بي دي افس، حاجات عنك او حاجات عن الموضوع اللي انت هتكلمه فيه بشكل متتالي ما يطلعش براها. وفي الاخر خالص بتعمل سيف، وبعد ما تخلص بتيجي تلاقيه موجود هنا، وتروح دايس عليه عادي جدا، بيفتح لك تشات كانه بالظبط شبه جيميناي. ده الموظف بتاعك اللي انت عامله بايدك. تعال بقى تخيل ان انت ما عملتش واحد، انت عملت كذا موظف. تعال نقول انت عملت موظف للكونتنت بتاعك، وواحد تاني للماركتنج، وواحد تاني للسيلز. الناس دي عندها انستراكشنز وعندها اسامي وعندها ديسكريبشن وعندها نوليدج وعندها تولز. فالشخص ده هيكون بيساعدك بشكل رهيب في اي حاجه انت بتعمله عشان يعملها. ودي هي تاني اداه ازاي تعمل موظفين يشتغلوا عندك. تالت اداه اسمها بوميلي. بوميلي تقدر تقول عليها هي الماركتنج تيم بتاعك، تعرف تعمل لك دي ان ايه للبراند او البيزنس بتاعك، ومن خلاله تعرف تعمل كامبينز، تعرف تعمل كونتنت بوست، تعرف تعمل اي حاجه ليها علاقه بالبراند بتاعك. ممكن تستخدمها ليك، ممكن تستخدمها لمنافسين، ممكن تحلل المنافسين وتعرف هم بيعملوا ايه وشكل البراندنج بتاعه ازاي. المشكله الوحيده في بوميلي ان هي مش متاحه في مصر، ما اعرفش كمان اذا كان الوطن العربي كله ولا مصر بس، فبتضطر تستخدم الفي بي ان عشان تعرف تستخدمها. فتعال نقول ان انت خلاص فتحت الفي بي ان وابتديت تستخدمها، فتعال كده نجرب دلوقتي. اول ما تخش على التول دي اول حاجه بتقابلك، هو بيقول لك بالظبط هو المفروض يعمل ايه، بيجيب لك الدي ان ايه بتاع البراند بتاعك، ده اول حاجه. تاني حاجه بيعمل لك كامبين او افكار لكامبينز انت ممكن تعملها على النت. يعني انت لو انت عايز تعمل اعلان ممول مثلا لكامبين معينه، ده بيجيب لك افكار حلوه قوي، ولكن الفرق ان هي جايه من البراند بتاعك، جايه من الافكار والحاجات اللي هو خدها من الويب سايت بتاعك. تالت حاجه يعمل لك كرييتيفز جديده، يعمل لك اشكال لفيديوهات او صور جديده تنزل بيها على كامبين او تنزل بيها على كونتنت او ايا كان. فانت هنا بتيجي تدوس جو. وهنا بقى الخطوه المهمه، هو بيجيب الدي ان ايه بتاعك عن طريق انك بتدي له الويب سايت بتاعك. يعني انت بتروح لاي ويب سايت ليك بتيجي وتحطه هنا. تعال نقول مثلا ان احنا هنستخدم جيم شارك في المثال ده، فهنيجي عند الويب سايت بتاعهم ونعمله كوبي، ويجي نعمل بيست وندوس كونتينيو. كل واحد يعمله ان هو يعمل انالايز للويب سايت، ومنه بيفهم البيزنس اي دي بتاعك، يفهم بقى كل حاجه عنه. هو هنا بالظبط بيقول لك هو بيعمل ايه، بياخد الكالرز بتاعتك، بيشوف الفيجوالز بتاعتك، بيشوف الفونت اللي بتستخدمها، كل حاجه بتحصل هو بيقولها لك هنا. وبعد ما يخلص كل التحميل ده بتيجي بيبقى بالمنظر ده كده. دلوقتي دي اهم حاجه، انت بتيجي هنا بتقول له انا عايز اعمل كامبين بتتكلم عن 1 2 3. هو بيجي هنا يدي لك افكار، يدي لك فيجوالز، يدي لك فيديوهات، يدي لك صور، يدي لك كل حاجه بيست عن حاجتين، على الدي ان ايه بتاعك وعن الكامبين اللي انت قلت له انت عايز تعملها. او انك تيجي تقول له سجست ايدياز، يجيب لك افكار عشوائيه كده بس برضه بيست عن الدي ان ايه بتاعك. تعال نقول مثلا دي شويه حاجات احنا عملناهم كده، بتدوس عليهم، ده بيبقى الشكل بتاعهم. رقم واحد دي مش صور اي اي عشوائيه او شكلها وحش، دي بجد هاي كواليتي، كل الكلام ده هاي كواليتي. فانت بتيجي هنا ممكن كمان تعمل لها انيميت، تخليها شبه الفيديو شويه، مجرد صوره بس اتحولت لفيديو. تقول له انا عايز صور جديده او فيديوهات جديده عامله ازاي، بتقول له شكلها عامل ازاي، وتقول له انا عايز يكون فيها هيدر ديسكريبشن وكول تو اكشن، بتقول له الريشيو بتاعها يكون عامل ازاي. وبتيجي هنا تقول له انا عايز من الصور دي اللي موجوده في الويب سايت تكون موجوده في الكرييتيف اللي انت هتعمله. طب حلو بقى، حاجه زي كده انت ممكن تستخدمها ازاي؟ لو انت شخص لسه بتبتدي براند
وما عندكش التكلفة إنك تجيب team marketing وتجيب حد يصور وتجيب حد كموديل هو اللي يلبس اللبس وكل الكلام ده هيكون بداية حلوة أوي، أوي ليك، إن هو يساعدك في كل حاجة. ولو أنت شخص أصلًا ما عندك team وأصلًا عندك فريق وأصلًا بتعمل الcreative ديّة، ولكن أنت عايز أفكار برّه الصندوق، ولكن ما تطلعش برّه المكان بتاعك، ما تطلعش برّه الbusiness DNA بتاعك، ده هيكون حاجة تحفة بالنسبة لك، لإنه دلوقتي هو كإنه فريق الmarketing بتاعك عارف كل حاجة عنك، فأنت تيجي هنا تقول له اعمل لي أفكار عن campaign بتتكلم عن 1، 2، 3. هيجيب لك أفكار، ويجيب لك creatives ويجيب لك صور، يا سيدي ما تستخدمش ولا واحدة فيهم، ولكن يكون عندك فكرة أو عندك direction للحاجة اللي أنت عايز تروح لها، زي كده بالضبط. هو دلوقتي جاب لك شكل الشركة، وجاب لك الاسم بتاعها، وجاب لك الfonts اللي بتستخدمها، وجاب لك كل الألوان، وجاب لك الtagline، جاب لك الvalue، كل حاجة عنك بتيجي مرة واحدة بمجرد إن أنت حطيت الwebsite بتاعك. الأداة الرابعة دي بقى الكنز بتاعك، حلم الvibe coding وحلم أي حد عنده فكرة ومش عارف ينفذها، جوجل استوديو. جوجل استوديو هو vibe coding tool، فكرته إن أنت مجرد بتتشات معاه، بتقول له الفكرة بتاعتك وهو بيبنيها لك من الصفر لحد ما تعرف تستخدمها من غير ما تكتب سطر كود واحد. طب ماشي، إحنا شُفنا أدوات زي دي كتير، إيه بقى المختلف هنا؟ رقم 1 إن هي من جوجل، ففيها كل الأدوات وفيها كل الfeatures وفيها كل حاجة ليها علاقة بجوجل، ممكن تربطهم بضغطة زرار واحدة. تاني حاجة إن أنت ممكن تحمّل الكود كلّه بضغطة زرار واحدة، ويبقى كل الكود ده عندك في الجهاز بتاعك تعمل فيه اللي أنت عايزه. تالت حاجة إن هو 100% مجاني، كل الtools التانية بتدّيك نوع معيّن من الcredits أو كمية معيّنة تعرف تستخدمها بشكل معيّن لفترة معيّنة، بتتحدّث كل شهر، بتتحدّث كل يوم. في جوجل استوديو 100% for free، ما بتاخدش منّك أي credits أو أي tokens أو أي حاجة، أنت بتقعد تستخدمها وتقعد تعمل upgrade أو features بتاعتك، وكل ده 100% ببلاش. تعالَ كده نعمل موقع لbrand لبس مثلًا، فحتى هنكتبها له بالعربي ونقول له اعمل لي موقع لbrand لبس. وندوس build، بس كده، أنت مش محتاج تعمل أي حاجة تانية، هو حرفيًا بيعمل لك كل حاجة، والأحسن من كل ده إن هو حرفيًا بيكتب لك الكود عملي قدامك، أنت بتشوفه بيتكتب قدامك، وبس كده. هو عمل لك website لbrand كامل، ممكن تعمل فيه اللي أنت عايزه، فيه كل حاجة أنت ممكن تكون محتاجها، كل ده عبارة عن موقع اتعمل بمجرد سطر كود واحد، وكمان أنت ممكن تضيف features AI. يعني مثلًا تعال نقول إن أنت هتعمل customer support agent بالAI، هو بيعملها لك لوحده. لو جينا هنا دوسنا على الAI features، في كل حاجة ليها علاقة بالAI، إن هو يعمل لك صور بأي شكل من الأشكال، ممكن تضيف Gemini، ممكن تضيف فيديوهات، ممكن تضيف data، ممكن تضيف كل حاجة ليها علاقة بالAI بمجرد ضغطة زرار، فده يعتبر هو الحلم بتاعك. وبعد ما تخلص كل ده، أنت بضغطة زرار ممكن تعمل download للapp ده، ممكن ترفعه على GitHub، ممكن تعمل له deployment على جوجل كلاود بضغطة زرار، بضغطة زرار هو خلاص عمل له share، وبس كده، أنت عملت موقع لبراند لبس بمجرد كلمة واحدة. فده يعتبر الحلم بتاع أي حد عنده business وعايز يبتدي، أو عنده براند وعايز يبتديها ومش عايز يصرف كتير في الأول، أو حتى عنده شركة قديمة بس عايز يغيّر الويب سايت بتاعها أو عايز يدخّل AI فيه، بمجرد ما تتكلم معاه هو بيعمل لك ده من غير ما تلمس أي سطر كود. وآخر أداة معانا هي Gemini Workspace. عشان ما اخلّيش الفيديو طويل أوي في إن أنا أشرح لك كل أداة فيهم، Gemini Workspace عبارة عن Google Sheets، Google Drive، Google Document، Google Meeting، كل الكلام ده بس متضاف له الAI، متضاف له Gemini. طب إزاي نستخدم ده بشكل عملي؟ عشان ما اخلّيش الفيديو طويل جدًا في إن أنا أشرح كل أداة لوحديها، هاجيب لك الجايد الأساسي بتاع جوجل اللي منزّلاه، بيشرح لك إيه الاختلاف اللي حصل جوّه كل أداة من دول لمّا دخل لها الAI أو Gemini، ده هو الجايد الأساسي بتاعك. فتعالَ نبُص كده على كل أداة لوحديها بتعمل إيه. مثلًا Gemini in Gmail، ده أنت ممكن تلخّص إيميلات، تعرف تدوّر على معلومات معيّنة أوي جوّه الGmail بتاعك. يعني مثلًا أنت عايز تدوّر على عنوان معيّن، مش لسه هتخش على كل إيميل وتشوفه وتشوف إيه اللي بيحصل فيه، أنت مجرد ما تسأل Gemini دوّر لي على المعلومة دي، هو بيشوف كل إيميلاتك ويجيب لك المعلومة المحددة دي بالضبط اللي أنت طلبتها. مثلًا Gemini in Chat، لو أنت شخص بيستخدم Google Chat، فدلوقتي هو يعرف يلخّص لك المحادثة، ياخد لك الkey points أو أهم الحاجات اللي اتقالت. يعني مثلًا أنت عملت meeting مع الشركة بتاعتك واتفقتوا على حاجات معيّنة تتعمل، بس نسيت تكتبها، Gemini لوحده هيكتبها لك. Gemini in Sheets، ودي واحدة من أعظم الحاجات اللي اتعملت. دلوقتي أنت ممكن تعمل table معيّن أو formula معيّنة، أنت ممكن تلخّص data معيّنة، Gemini جوّه documents، ممكن تعمل presentation structured بالمعلومات اللي أنت مدّيها له جوّه الdocument ده. وواحدة من الحاجات اللي فعلًا كانت موجودة زمان كانت هتلخّص لي كمية وقت رهيبة في الجامعة،
دلوقتي كام محاضرة أنت عملتها أونلاين، أو كام كورس أنت خدته أونلاين، أو كام حاجة أنت عملتها على جوجل ميتنج. دلوقتي جيميناي يقدر يلخص لك كل الميتنج، يعمل لك بوينتس لكل حاجة اتقالت عنه. فبدل ما أنت كنت بتقعد مش عارف تركز في الميتنج وتقعد تسمع، ولا تمسك ورقة وقلم وتقعد تكتب الحاجات المهمة، بوجود AI جوه جوجل ميتنج هو بيسمع كل حاجة بتحصل، وفي الآخر بيديك كل المعلومات اللي أنت كنت هتكتبها، بس وأنت مركز كويس أوي في الميتنج بتاعك أو في الكورس أو في المحاضرة بتاعتك. وبكده أنت بقى عندك 5 أدوات 100% أنت هتستخدم واحدة فيهم، إذا كنت في الجامعة، إذا كنت شاب عادي في حياتك، أو إذا كان عندك business ولسه بتبتدي. كل الحاجات دي 100% هتنقلك في مرحلة تانية خالص.